بمناسبة يوم اللغة الكردية المصادف ل15 من أيار من كل عام، نظم مجلس الأدب في روجافا بالتعاون مع منشورات شلير يوم أمس أمسية أدبية وشعرية تحت شعار لغتنا حقنا المشروع، وذلك في مكتبة شلير في مدينة قامشلو. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي سينظمها مجلس الأدب في روجافا ومنشورات شلير، تبدأ من تاريخ 9 من أيار وتستمر حتى 14 من الشهر الجاري. وحضر الأمسية نخبة من الكتاب والمثقفين والأدباء والشباب. وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، تلاها البدء ببرنامج الفعالية، وتضمن قراءة قصتين للكاتبين بوطان هوشي وآلان عبد الله. وبعد ذلك ألقى الشاعران دليار أوسي وديالا علي مجموعة من القصائد الشعرية، لتنتهي الفعالية وسط ترحيب كبير من قبل الحضور وتفاعلهم مع هذه الفعاليات المهمة من أجل اللغة الكردية.